مصر سوف تقوم بعمل تجهيزات ضخمة وتتكاتف كل أجهزة مصر لحدث تاريخي لم يسبق له في التاريخ، وهو المتحف المصري الكبير. حدث لا يقل أهمية عن أي حدث تاريخي. أولا سوف فريق اكتشف التاريخ هيقدم لنا نبذة مختصرة عن الحدث التاريخي اللي هو افتتاحه يوم السبت القادم، وهيبقى اجازة رسمية في جمهورية مصر العربية جميعا، وهو افتتاح حدث تاريخي، افتتاح المتحف المصري الكبير. طبعا هذا المتحف لم يكن وليد الصدفة، انما بتجهيزات وتحضيرات منذ عام 2016 بالرئيس الوزراء مصطفى مدبولي قام بتشكيل لجنة من هيئة الآثار بهذا النمط، وهو تجهيز المتحف المصري القديم. لعلك تتساءل، نقل التمثال رمسيس الأول رمسيس الثاني، نقله من محطة رمسيس بنقلات بواسطة خبراء ليصل إلى المتحف المصري الكبير في البهو الرئيسي شامخا رافعا رمز الحضارة المصرية القديمة. يبقى أول حاجة البهو يتراوح مساحته 7000 متر مربع، مساحة ضخمة. رافعا الملك رمسيس الثاني هو مدخل المتحف المصري الكبير. يبقى إذن تم نقل الملك رمسيس الثاني من محطة رمسيس ليقع شامخا ناظرا للأهرامات الجيزة. الموقع بتاع المتحف المصري الكبير في محافظة الجيزة أعزائي الطلبة والطالبات. تم اختيار هذا الموقع لينظر إلى الأهرامات الجيزة، لينظر العالم إلى أهرامات الجيزة. شعار هذا المتحف المصري الكبير هو اللون ده، لون برتقاني، لون التيشيرت ده لم يتم اختيار اللون هباء. اللون ده يعبر عن البيئة الصحراوية والرمال المحيطة بالأهرامات الجيزة. الشعار ده عبارة عن مخروط كده اختارته الشركة اليابانية بتصميم مميز يدل على مخروط من فوق المتحف المصري الكبير. يبقى هو ده الشعار اللي هتشوفه في التلفزيونات على جميع القنوات يوم السبت، افتتاح ضخم. يبقى الرمز ده عبارة عن مخروط فازت به الشركة اليابانية في أحدث تصميم له. تمام كده. الرمز المتحف المصري الكبير جراند ايجيبشن ميوزيوم، اللي هو الرمز اللي هتشوفوه على طول. تمام كده. يبقى عرفنا الرمز بتاعه عبارة عن مخروط لقطة من فوق المتحف المصري الكبير. تاني حاجة، المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم، هدية مصر للعالم. العالم كله متكاتف للنظر ونظر الافتتاح 1 نوفمبر بإذن الله. تاني حاجة، عام 10 معلومات عن المتحف المصري القديم. الطلبة هيعرفونا في المتحف المصري الكبير في أرقام بقى. اتفضلي. المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم، استعدادات وتجهيزات مكثفة تمهيدا لافتتاحه. أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، حضارة مصر القديمة. مساحة المتحف 490 ألف متر مربع، نحو 5 ملايين زائر سنويا. متوقع جذبهم للمتحف أكثر من 57 ألف قطعة أثرية. يضم المتحف تروي تاريخ مصر عبر العصور. المدخل الرئيسي بمساحة حوالي 7000 متر مربع، وبه تمثال الملك رمسيس الثاني. الدرج العظيم بمساحة حوالي 6000 متر مربع وارتفاع يوازي 6 طوابق. قاعات الملك توت عنخ آمون على مساحة حوالي 7.5 ألف متر مربع، وتضم أكثر من 5000 قطعة من كنوز الملك، مجتمع لأول مرة 12 قاعة عرض رئيسة على مساحة حوالي 18 ألف متر مربع. قاعات العرض المؤقت على مساحة حوالي 1700 متر مربع. متحف الطفل على مساحة حوالي 5000 متر مربع. شكرا. دي يا اولاد المتحف المصري في الارقام ديت مظبوط. تمام. نيجي بقى على اهم 10 معلومات عن المتحف المصري. اتفضل يا
أهم 10 معلومات عن المتحف المصري الكبير. موعد الافتتاح 1 نوفمبر 2025. الموقع يطل على أهرامات الجيزة. المساحة 120 فدان، أكبر متحف أثري بالعالم. التصميم معماري عصري بالملمسات مصرية وألوان ذاهبة. تقنيات قاعات تفاعلية مسارية معلقة ومجسم نهر النيل. مركز عالمي لترميم البحوث ووجوه سياحية ومتكاملة. توت عنخ آمون. عرض المجموعة الكاملة 5000 قطعة، معروضات بارزة. زميلتكم بتقول نسينا معلومة يا جماعة. توت عنخ آمون أكبر مقبرة تم اكتشافها عام 1922. كل مقتنياتها هتبقى معروضة في المعرض دي. 100,000 قطعة أثرية عن الملك توت عنخ آمون. يجب أن تفتخر بهذا المعرض، يعتبر أحدث إنجاز تاريخي على مر العصور. يبقى معرض توت عنخ آمون 100,000 قطعة أثرية. اتفضلي كملي معلوماتك. معروضات بارزة. تمثال رمسيس الثاني، مركب خوفو، لوحة مرمر، برديات ملكية. شكرا. يبقى يا اولاد قدمنا لكم النهارده حدث تاريخي هتسمع عليه 1 اكتوبر، ويجب ان تعرف المعلومات الخاصه عن المتحف المصري الكبير. تحيه واجلال لدولتنا والى مزيد من الانجازات. الحقيقه